كل سنة وانتوا طيبين. وأول حاجة معانا هنعملها في نواعم العيد هنعمل الكحك على البارد. أنا هعمل 2 كيلو من الدقيق، فهعمل أنا بعمل خليط بين الزبدة والسمنة. لكل كيلو دقيق 400 جرام من الزبدة و200 جرام من السمنة، أي نوع سمنة عندك، بلدي، أي نوع سمنة، علب مع الزبدة. فأنا هجيب كده 800 جرام من الزبدة، عليهم 400 جرام من السمنة، وهحط عليهم كده حوالي 100 جرام سكر. لكل كيلو بحط 50 جرام من السكر. هنضربهم كده لما يبقى كريمي، وبعد كده هنجيب بقى على الدقيق هنحط معلقة ونص كبيرة من ريحة الكحك، ونص كوباية من السمسم عفوا، و3 معالق كبار من لبن البودرة، ده اختياري. وهنحط كده هنقلبه كده، وبعد كده هننزل بالسمنة اللي ضربناها، ننزل بيها كده ونفركها كويس. وانا كمان حطيت وانا بضرب الزبدة معلقة من قصانص الحليب، ودي برضو اختياري. هنفضل بقى ندعك كده في الدقيق والسمنة لما يبقى عامل معانا زي العجينة شوية. هياخد منك شوية وقت لغاية ما يوصل معاكي للمرحلة دي، لازم يوصل معاكي للمرحلة دي. بعد كده انا هجيب كوباية الا ربع من المية وكوباية الا ربع من الحليب، وهجيب كده رشة ملح احطها ادوبها في المية. انا مرضيش احطها على الدقيق عشان ما يبقاش الملح ظاهر معانا. فهنزل كده بشوية مية وشوية حليب، شوية لغاية اما اخلص الكمية اللي معايا كلها. وبرضو هنلم كده، مش هنعجن عشان ما يعملش معانا عرق، احنا مش عايزينه يعمل عرق. هتعملي كده بالتبادل بين المية والحليب لغاية اما تخلصي الكمية بتاعتك كلها بالشكل ده. وطبعا معلقة صغيرة من الخميرة، ومعلقة من البيكنج باودر، انا حطيتهم برضو على الدقيق. وانا برضو هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، عشان اللي عايز المقادير بالمظبوط يعني. احنا بقى هنعمل الكمية كلها كده بالتبادل مع الحليب والمية لغاية لما نخلص الكمية كلها معانا. وانتي بتفركيه كده ببعضه، مش بتعجني فيه جامد عشان ما يعملش معاكي عرق، زي ما انا بعمل كده بالظبط، بحيث ان انت تدخلي السوائل كلها جوه العجينة تشربها. تفضلي تعجني لما السوائل تختفي معاكي بالشكل ده. والطريقة دي يا جماعة سهلة وبسيطة جدا وحلوة. ونوع الكحك اللي على البارد ده حلو جدا، يعني مش من الكحك اللي على السخن حلو برضو، بس انت تاكلي واحدة وخلاص كده بيحمى على الصدر جامد. لا، ده تاكلي واحدة واتنين وتلاتة وما ما بيتعبش ولا اي حاجة، جميل جدا. انا عاملة برضو الطريقة اللي على السخن، اللي عايز الطريقة دي ماشي، اللي عايز الطريقة التانية ماشي. احنا جربنا كحكة كده، عملناها كورة وضغطنا عليها، طالما ما شققتش معاكي يبقى كده العجينة مظبوطة. لو شققت يبقى محتاجة معاكي سوائل تاني، يبقى تزودي لها معلقتين مية او معلقتين حليب تاني. احنا بقى هنعمل كده هنعملها كرات، هنحشي بالملبن وهنحشي بالعجوة، وهنعمل برضو سادة. العجينة تحفة تحفة، شايفة؟ جميلة والله يا جماعة. تعملي بقى بأي طريقة، بالمنقاش، بالبصامة، بالقوالب التانية، أي حاجة المتاحة عندك اعملي بيه. هنعمل كده بالحشوات الأول، وبعد كده هنعمل سادة. أنا هوريكي كل الطرق، وبعد كده انتي أنا هخلص كل الكمية مع نفسي، وبعد كده هوريهولك هو بيستوي. تسوية الكحك المحشي اللي انتي حاشياه غير تسوية السادة. تسوية المحشي بيبقى على نار أعلى، يعني احنا هنسوي على درجة حرارة من 200 ل 220 في اللي هو اللي فيه حشوات. اللي ما فيهوش حشوات على 180 درجة، عشان الكحكاية تستوي من جوه.
احنا بنسوي اللي فيه حشوة على درجة عالية عشان الحشوة اللي جوه ما تلحقش ايه ان هي تغلي جوه الكحكة. فلو غلت جوه الكحكة هتطلع من الكحكة وهتبقى ايه شكلها مش حلو، هتنشف. فالكحك اللي فيه حشوة لازم يتسوى على درجة حرارة عالية. عملنا بالمنقشة اهو، شايف النقشة جميلة. اه، وزي ما يخش الفرن زي ما هيطلع التشكيل بتاعه مش هيتغير ولا حاجة. زي ما شكلتيه زي ما تدخليه الفرن زي ما هتطلعيه اهو. زي ما انت شايفه اهو استوى اهو. ده السادة والتاني ده المنقوش. ده عشان اعرف ايه عملت المنقوش بالمنقاش دوت اللي انا حاشيه ملبن وعجوة، والتاني اللي بالبصمة ده السادة عشان ابقى ايه اعرف افصل منه. جميل ودايب جدا والله يا جماعة ويستاهل بقكم. وده كمان اهو بص اللي بالعجوة. والحشوات دي بقى انت اللي يعني على حسب ذوقك واختيارك. وده اللي بالملبن اهو جميل وتحفة. بصي دايب دوب. وبألف هنا وشفا يا رب. وبألف هنا وشفا. ما تنسونوش في الدعاء، وكل سنة وانتم طيبين، ومع السلامة.